السلام عليكم. أبغاك تكون قدوة وقدوة جميلة. يعني ارفع راسك، شفت القمر هذا ترى له جانبين، جانب احنا نراه وهو المضيء الجميل، وجانب مظلم احنا ما نراه. يعني هذا الجانب المظلم احنا ما نعرف عنه شيء، ولذلك هذا فيه رسالة، وهي أنه حاول أنت أن يكون ظاهرك وباطنك جميلين. يعني وجهك الذي أمام الناس وخلف الناس يكون جميل. حاول أنه كل من يشوفك يقول الله يرحم من ربك. حاول أنك تكون مضرب مثل في كل شيء جميل، في أخلاقك، في تعاملاتك، في عباداتك. ليش؟ الآن أنا أسألك سؤال، الحين الناس ليش تشتري اللباس الفاخر؟ ليش المرأة تجلس قدام المراية أحيانا إلى ساعة؟ لماذا يجتهدون أن الناس ما يشوفون منهم إلا الشيء الجميل؟ مع ذلك مع أنهم يتعبون قليل ما نتفاعل معهم. ليه؟ لأن الجمال الحقيقي ما هو في شكلك، الجمال عندما تتكلم، عندما نتعامل معك، عندما تدخل قلوبنا رغما عنا. ليه؟ لأنك أصلحت ما بينك وما بين قلوبنا بين أصابع الرحمن جل جلاله، تصلح ما بينك وما بين الله. هذا الجمال كله ما راح تناله يا بني إلا إذا اجتهدت على نفسك أن تكون قدوة حسنة، ما تتبدل، ما تتغير، ودك صافي، عندك عطاء، ما عندك نيتين. عشان كذا اهتم بجمالك الظاهري، اهتم بجمالك الظاهري. والله ما هي قيمتك بثوب فصلته بكذا، ولا اشتريت لك سيارة كذا، ولا جوال كذا. كل هذا والله ما يهتمون فيه الناس. بعطيك مثال واختم في كلامي. لو انك صورت صورة فيها 50 واحد، عينك وين تروح؟ عينك تروح لصورتك انت. ترى ما في أحد يهتم إلا بذاته. فلا تظن أنه الناس راح تهتم إذا لبست الفاخر، الناس تهتم بأخلاقك. الله يوفقنا وإياكم.